الماك او اس فيه كميه حاجات مش منطقيه فعلا، كل شويه كده كانت بتخليني اشد في شعري واقول خلاص انا هبيع الجهاز ده، وانا فعليا مش مستعد اوجع دماغي بان انا اجرب حاجه جديده. انا متعود على الويندوز، خليني مع الويندوز وبعمل عليه كل حاجه زي ما انا عاوزها بشكل سهل جدا وبسيط جدا وسريع جدا، فليه اتعب نفسي في تجربه جديده مع الماك او اس؟ الجو برد وده اول فيديو في السنه، كل سنه وانتم طيبين. وصراحه انا مش عارف ابدا الموضوع ازاي. انا اشتريت الابل الماك بوك اير الام 1 الجديد، مش الجديد اللي هو اول لابتوب نزلته ابل، جايب بالابل سيليكون الام 1. ده لابتوب صغير وبسيط ومناسب للاستخدام الخفيف ومشاهده المحتوى وتصفح الانترنت والحاجات اللي من هذا النوع. ولكن السؤال هنا، هل ينفع ان انا استبدل الجهاز الويندوز بتاعي اللي انا بستخدمه بقاله اكتر من 3 سنين وعامل عليه ايديت لكل الفيديوهات اللي نزلت على القناه بجهاز زي ده من ابل ولا لا؟ ده سؤال الصراحه عشان اجاوبه في كم كبير من التفاصيل لازم انا اجاوب نفسي عليها قبل ما افكر ان انا اوصل لكم المعلومات دي. فلذلك الموضوع ده فيه تفاصيل كتير، في الاغلب ان انا مش هقدر اتكلم عليها في فيديو واحد، ففي الاغلب دي هتكون سلسله بتحكي تجربه شخص بيستخدم الويندوز بقاله اكتر من 20 سنه لما هيستخدم الماك او اس لاول مره هيعمل ايه، لان الموضوع فيه كميه حاجات كتيره جدا مش منطقيه. لكن انا عارف ان غالبا السؤال اللي بيدور في ذهن اغلب الناس اللي بتشوف الفيديو دلوقتي بتقول لي طالما انت معاك لابتوب من ويندوز او جهاز من ويندوز بتستخدمه ومرتاح معاه، ليه فكرت ان انت تجيب جهاز من شركه تاني شغال بنظام تشغيل مختلف تماما عن الويندوز؟ السؤال بتاعكم سؤال منطقي جدا واجابته كالتالي. الاجابه ببساطه انا بحب الويندوز جدا ومتعود عليه وبشتغل عليه بشكل سريع جدا، ولكن المشكله مش في الويندوز نفسه، المشكله في ان اللابتوب اللي موجود معايا ده جهاز بقاله اكتر من 3 سنين وامكانياته كانت مقبوله وقت ما جبته، لان الجهاز ده مناسب اكتر لايديت ومونتاج الفيديوهات ال 1080. ولكن من وقت ما خلاص عليت الكواليتي بتاعت فيديوهات القناه هنا وبقت 4K، اللابتوب ده مش قادر يمشي معايا بشكل سلس وسهل ان هو يعمل مونتاج الفيديوهات دي. دايما الجهاز بيبطأ، دايما المونتاج او عمليه المونتاج عموما بتاعه الفيديو بتاخد وقت اطول من الوقت المتوقع او الوقت اللي انا اقدر اعمله فيها، بسبب ان الجهاز هنا بطيء وبيحجمني في سرعه الايديتنج والمونتاج. فبالتالي فكرت قلت طيب طالما ان اللابتوب ده هو مجرد اداه انا بستخدمها علشان تساعدني ان انا اطلع الفيديوهات بمعدل اسرع واحسن. يا حس يا صاحبي هتيجي؟ لا 10 دقايق وانزل من عندي، ان انا في وسط فيديو بصور فيديو دلوقتي، فخلاص بقفله وهجيلك. لا ألف سلام. الله يسلمك يا قلبي. انا وصلت لفين؟ انا نسيت. اوكي، فقلت انا ليه ما استثمرش مبلغ معين من الفلوس يخليني اجيب لابتوب بمواصفات اعلى يساعد عمليه انتاج المحتوى على القناه هنا تكون اسرع واسلس. فقعدت ادور كده في اللابتوبات الويندوز اللي موجوده، وبعد شويه وقت رسيت على لابتوب اسمه ايسوس روج ام 16. اللابتوب ده الصراحه بيحتل مكانه كبيره في قلبي، والجهاز ده انا شخصيا بحبه حتى الان، بالرغم ان انا ما خدتش قرار ان انا هشتريه، بس انا كنت خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا هجيبه، وبصيت على سعره هنا في مصر لقيت سعره غالي جدا عن سعره العالمي، فخلاص شبه استقريت على اللابتوب ده وقلت خلاص انا هشوف طريقه تخليني اجيبه من بره مصر بسعر اقل. لحد ما واحد صاحبي جه سالني وقال لي هو انت عاوز تجيب اللابتوب الجديد ده ليه؟ قلت انا عاوز اجيبه علشان يساعدني ان انا اعمل مونتاج الفيديوهات بشكل اسرع. قال لي طيب ما تجرب الماك، انت ما جربتش الماك قبل كده؟ قلت له لا. قال لي طب ما تجربه، انت خسران ايه؟ فالموضوع الصراحه استوقفني شويه وقعدت افكر انا فعلا ما جربتش الماك قبل كده، طيب يمكن لو جربت والاقي التجربه تعجبني والاقي ان انا متماشي اكتر او عاجبني اكتر ان انا استخدم الماك او اس مع الفاينل كات، خصوصا ان اي حد بيستخدم الماك او اس وشغال في مونتاج الفيديوهات في الاغلب بيسيب ادوبي بريمير وبيستخدم الفاينل كات. فقلت طيب مفيش مشكله اسال الناس اللي اوريدي معاها الماك او اس وبتستخدم الفاينل كات. سالت كذا حد ولقيت الاراء متباينه جدا، في ناس حابه جدا الفاينل كات، وفي ناس بعد ما كانت شغاله على ادوبي بريمير وراحت على الفاينل كات رجعت تاني لادوبي بريمير علشان شايفه ان البرنامج ده اقوى بيطلع حاجات احسن. دي وجهه النظر بتاعتهم، ولقيت من اراء الناس المتباينه ان انا محتاج ان انا اجرب بنفسي الماك او اس واجرب بنفسي الفاينل كات واشوف وقتها هل انا هعرف اتاقلم مع بيئه العمل الجديده بتاعت الماك او اس، ولا الافضل لي ان انا افضل شغال على الويندوز مع الادوبي بريمير. فخدت القرار بيني وبين نفسي ان انا خلاص هجرب حاجه جديده واشوف الموضوع هيرسى معايا على ايه. وعلشان التجربه لسه انا مش ضامن النتيجه بتاعتها لان هي في النهايه تجربه، فقلت خلاص طالما هجرب جهاز جديد من شركه جديده مش هروح استثمر مبلغ كبير في الماك بوك برو ال 14 انش او 16 انش، وقلت خلاص هجرب ارخص لابتوب بنزلها ابل. وقعدت ابص كده اهو لقيت الماك بوك اير الام 1 الجهاز اللي انا جبته ده يعتبر ارخص جهاز نازل من ابل بالابل سيليكون الجديد الام 1، وبالفعل اشتريت الماك بوك اير الام 1. الجهاز ده ما عنديش اي ملاحظات
عليه في البيلد كواليتي. الجهاز كله جاي من المعدن، السماعات بتاعته ممتازه، الشاشه ممتازه، سطوحها مقبول، التراك باد بتاعت الجهاز ما عنديش عليها اي ملاحظات، يمكن دي افضل تجربه تراك باد انا جربتها حتى الان. وكمان البطاريه اللي موجوده فيه بفضل الام 1 والارم اركتكتشر اللي موجوده في الجهاز، البطاريه هنا بتقعد معايا تقريبا 10 ساعات، فدي مده انا ما كنتش بوصل لها مع اي لابتوب تاني. ولكن المشكله في الجهاز ده مش الهاردوير بتاعه، المشكله السوفت وير اللي موجود فيه وهو الماك او اس. الماك او اس فيه كميه حاجات مش منطقيه فعلا، كل شويه كده كانت بتخليني اشد في شعري واقول خلاص انا هبيع الجهاز ده، وانا فعليا مش مستعد اوجع دماغي بان انا اجرب حاجه جديده. انا متعود على الويندوز، خليني مع الويندوز وبعمل عليه كل حاجه زي ما انا عاوزها بشكل سهل جدا وبسيط جدا وسريع جدا، فليه اتعب نفسي في تجربه جديده مع الماك او اس؟ على سبيل المثال الستاتس بار اللي موجود في الماك او اس من فوق ده موجود في الويندوز من تحت على اليمين في نفس التاسك بار، فالاثنين مدمجين في حاجه واحده. انما في الماك او اس انت عندك الستاتس بار فوق وعندك الدوك موجود من تحت، وده الاثنين بيشغلوا مساحه من الشاشه، فبالتالي الجزء المتبقي من الشاشه هو اللي بيكون متاح للبرامج اللي انت بتفتحها، والجزء ده بيكون مش قد الجزء المتاح في الويندوز مع التاسك بار الوحيد اللي موجود. ففي حاجات كتيره جدا في الماك او اس انا شايفها حتى الان من وجهه نظري كويندوز يوزر حاجات كتير مش منطقيه ومش موجوده في الاماكن الطبيعيه بتاعتها، وكنت خلاص خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا هبيع الجهاز ده وهخسر فيه نعم شويه، ولكن مش مشكله، هرجع للويندوز مره تاني واريح دماغي من التجربه الجديده دي. ولكن بعد شويه تفكير كده لقيت ان انا علشان اوصل لمستوى الاحترافيه في استخدام ويندوز اللي انا بستخدمه بيه حاليا، الموضوع ده خد مني سنين كتير، فهيبقى مش من المنطقي ان انا اجرب الماك او اس لمده اسبوع ولا اتنين واقول ده مش عاجبني، فبالتالي اقول ان ده نظام تشغيل مش كويس ووقتها ارجع لويندوز مره تاني. لا، انا محتاج ادي وقت كافي لنظام التشغيل ده علشان اعرف هل فعلا انا لما اتعود عليه هعرف اعمل عليه نفس الحاجات اللي انا بعملها على الويندوز بنفس الكفاءه ولا لا. فغالبا التجربه دي انا لسه مش متاكد دي ممكن تستمر لكام فيديو، بس غالبا دي هتبقى سلسله فيديوهات لمستخدم ويندوز بقاله اكتر من 20 سنه لما جرب الماك او اس ايه اللي واجهه وايه الحاجات الغريبه اللي واجهها. ولا حتى الان انا في لسته كبيره جدا من الحاجات اللي انا حتى الان مش عارف اصلا اعملها على الماك او اس، انا بعملها على الويندوز بمنتهى السهوله، لكن على الماك او اس انا لسه حتى الان مش عارفها. فلو انت كنت ويندوز يوزر وحولت للماك او اس قول لي كده في التعليقات على تيبس اند تريكس، حاجات كده تخلي التجربه عليا اسهل شويه، وان شاء الله هنرجع مره تاني في فيديوهات اكتر اكلمكم فيها عن تجربتي مع الماك او اس وازاي هبدا اتاقلم مع نظام التشغيل الجديد اللي انا عمري ما جربته قبل كده. فاتاكد ان انت عامل سبسكرايب ومفعل زر الجرس. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.